بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل كفتة البطاطس، هنعملها بطريقة سهلة وجميلة إن شاء الله تعجبكم. بنعملها جنب أي أكلة، وممكن نعملها هي وجبة لوحدها كده، بتنفع في سندوتشات أو تتاكل كده مع حبة سلطة. دلوقتي أنا غاسلة البطاطس زي ما انتوا شايفين، وممكن نجيب البطاطس الصغيرة اهي. هبدأ انزلها في المية عشان اسلقها، وممكن طبعا نقشرها ونسلقها متقشرة، بس بتشرب مية كتير وهي من غير القشرة بتاعتها. بس كده هسلقهم ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. لو عندك هراسة بتهرسي بيها، ما عندكيش هراسة بنجيب البطاطساية بالكوباية كده وبنهرسها زي ما احنا شايفين اهي. بصوا الجمال اهي، بهرسها كده بس عشان سلقاها وهي بقشرها مش عاملة مية خالص. بنهرسها كلها بالشكل ده كده. تبقى معاكي بالشكل ده، بس بشوكة بأي حاجة ممكن تهرسيها. المهم ما نعملهاش في الكبة، عشان الكبة بتخليها ايه يعني، بتبوظها كده، بتخليها تعمل عرق وتبقى ممزلقة كده مش حلوة. بس انا بعملها كده او بعملها بالهراسة بس كده. هكملهم واجيب باقي المكونات بتاعتها وارجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي انا جهزت باقي المكونات اللي هضيفها على البطاطس. هنا عندي بصلتين متوسطين عصرهم من المية بتاعتهم، ادي المية بتاعتهم اهي، ممكن احتاجها وانا بعمل الكفتة. وهنا عندي بيضتين اهو، هضيفهم بيضتين. وهضيف البصل فرمه ناعم، دول 3 معالق بقسماط عشان التماسك بتاع الكفتة. وهنا عندي معلقتين نشا، والبهارات طبعا حسب ما تحبي. هنا عندي شطة، فلفل اسمر، بهار مشكل، ملح، ورشة جوز الطيب، بس مش اكتر من كده. بس كده نقلبهم في بعض، بنعجنهم طبعا في بعض جامد كده. بس كده هكملهم وارجع لكم ان شاء الله. بس كده انا نقلتها في حاجه واسعه، عجنتها، ودلوقتي هنبدا ان شاء الله في التحمير. ودلوقتي هنبدا ننزل في الزيت. بسم الله. أكلة سهلة وجميلة واقتصادية في نفس الوقت، مش مكلفة خالص. يعني ممكن تكتفي بيها في الغداء في العشاء. واهم حاجة في كفتة البطاطس دي، نوع البطاطس اصلا يكون اللي هو بتاعة التحمير،
عشان بتاعة الطبخ بتفك ومش هتظبط معاكي. بس كده بتفضل تحمر بنطلعها اهي وبنعمل غيرها. اهي بالشكل ده كده. ولو لقيتيها فكت معاكي بتزودي بيضة او 2. البيض هو اللي بيخليها تتماسك وتبقى بالشكل ده كده معاكي اهي. اهي هشة وجميلة والطعم بقى حكاية. وبنكمل بنفس الطريقة. ده الشكل النهائي لكفتة البطاطس. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.